اهلا بيكم برج العذراء، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف صحه وخير وسعاده. هنشوف مع بعض الطاقه العامه لفنجانك يا عذراء. بس حبايب قلبي، زي ما انتم عارفين ما تنسوش اللايك للفيديو. اللايك مهم بالنسبه لي، فان يرفع الفيديو وما يخلوش يقع مشاهداتي برج العذراء. بالله عليكم زي ما بقدركم بنزلكم فيديوهات، ساعدوني ان انا استمر معاكم وانزل فيديوهات اول باول، وانزلها لكم كمان بدري عن كده. بس انتوا ما بتتفاعلوش معايا يا برج العذراء وبتزعلوني، مش عارفه ليه بتعملوا معايا كده. انا ما بقصرش معاكم في حاجه والله يا برج العذراء، يعني قدروا تعبي. يعني ليه بتعملوا معايا كده؟ بتاخدوا الطاقه وتمشوا لكنكم شفتوني ولا سمعتوني ولا اي حاجه. لو انتوا يعني ضميركم مرضي من انكم انتوا تاخدوا الطاقه وتعجبكم القراءه وتاخدوا عليكم وتمشوا وما تدوسوش اللايك، فانا هكون مرضيه. لو ده هيرضيكم قدام ربنا فانا هكون مرضيه. بشكر طبعا الناس اللي بتتفاعل معايا بالكومنتات واللايكات، بشكركم جدا جدا. اتمنى لكم السعاده والتوفيق زي ما بتسعدوني كده بانكم تدوسوا اللايك وما تستخسروهوش فيا. فبتمنى لكم السعاده وبشكركم جدا. حطوا الطاقة معايا في فنجان وسموا الله وبسم الله الرحمن الرحيم، ويلا بينا نشوف طاقة فنجانك عايز تقول لنا ايه يا عذراء. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فتحنا الطاقة مع بعض يا برج العذراء. ما شاء الله، انا شايفة ان الفنجان بتاعك فيه طاقات ايجابية. مبدئيا كده يا برج العذراء، انا بشوف ان في شخص مستني برج العذراء على جمر من النار. الشخص ده مستنيك يا برج العذراء، ومستني ان هو ينول منك الرضا وينول منك السماح. الشخص ده يعني عنده اشتياق ليك رهيب، عنده طاقة انجذاب روحي وجسدي يا برج العذراء. الشخص ده في بينك وما بينه بلوك، لان انا بشوف ان في الوقت الحالي في انقطاع تواصل، او في ما بينكم بلوكات، انتوا ما بتتكلموش في الوقت الحالي، في ما بينكم خلاف. بس شايف ان الشخص ده عنده ندم شديد عليك قوي يا برج العذراء، وخايف يخسرك. هو شايف ان حان الوقت ان هو يعني يلحقك فيه قبل ما يخسرك وتضيع من ايده. الشخص ده بيحبك جدا جدا جدا، يعني عايزه اقول لكم في طاقه فيها مشاعر جياشه، يعني ظاهره من الطاقه بتاعته قويه جدا عليكم. والشخص ده يمكن يكون عايز يوضح لك سوء تفاهم حصل بينك وما بينه في الماضي بسبب طرف ثالث، او بسبب يمكن غيره، او بسبب يمكن شك ما بينكم. فانا شايفه ان العلاقه دي كان فيها طرف ثالث، يمكن شك، يمكن في حد بيتدخل من العيله، من طرفك انت او من طرف شريكك. فانا شايفه ان الشخص ده عايز يوضح لك يمكن امور ويساوي الامور ما بينك وما بينه يا برج العذراء. الشخص ده هيكلمك خلال الفترة الجاية، هيتصل بيك عبر الموبايل، هيبعت لك ممكن مسج على الواتساب او على السوشيال ميديا بشكل عام. الشخص ده بيراقبك، بيتجسس عليك، ممكن يكون بيدخل يشوف الاستوريهات بتاعتك، بيشوف يمكن احوالك ايه في الوقت الحالي. يا ترى انت نسيته؟ يا ترى انت في حد في حياتك؟ طب هو في حد يمكن يكون سرق قلب برج العذراء وخلاه يبعد عني وينساني ويتلهي في حياته كده؟ طب يا ترى ايه اللي حصل؟ يعني دماغه عماله تودي وتجيب يا برج العذراء، لكن الشخص ده قاعد منتظرك جدا، وهو عنده خوف من فقدانك وخوف من خسارتك. بشوف انك انت يا برج العذراء ممكن تكون مديله العالي. اللي هو ايه يا هاجر؟ يعني ايه مديله العالي؟ يعني انت الفترة دي موضح له ومن الواضح كده انك انت بتحاول تبين له وتثبت له ان خلاص، ان هو ولا بقى على البال ولا على الخاطر، وانك انت عايش حياتك ومش شاغل بالك بالعلاقة ان هي ترجع او ما ترجعش. يعني حاجة بالنسبة لك ما بقتش ليها اي لازمة. ممكن يكون انت في الوقت الحالي مشغول، يمكن مشغول مثلا بحاجة معينة، يمكن انت في مشاكل بتمر بيها مادية. يعني انت بتحب الشخص ده يا برج العذراء، ونفسك انك انت ترجعوا تاني، ويكون في ما بينكم استقرار عاطفي، ويكون في ما بينكم ارتباط رسمي، او في ما بينكم لو في طلاق يبقى في رجوع تام ودائم. لكن في نفس الوقت انت يعني مش عايز انك انت تنزل من كرامتك او توضح له انك انت اللي بتجري وراه، وانك انت عايز انك انت ترجع له. لا، انت عايز الشخص ده هو اللي يبادر بالصلح، وان هو يقدم لك الاعتذار او الصلح ده، او يقدم لك العرض اللي انت كنت مستنيه منه في الماضي. يعني لو كانت العلاقه دي علاقه ما فيهاش ارتباط، كنت منتظر منه ارتباط، كنت منتظر منه ان هو ياخد خطوه فعاليه. هو وعدك بس ما نفذش الوعود، او قال لك ان انا هعمل وهسوي وهضحي عشانك، لكن للاسف بصيت لقيت ان كل الكلام اللي قاله لك ده كان مجرد كلام ومش افعال، مفيش افعال.
فانت في العلاقه دي كنت خارج خسران، وخارج انك انت يعني منهار جدا من العلاقه دي. في يمكن تكون حاطط توقعات وامال على العلاقه دي ان هي تستمر او يكون فيها حاجه جديه، يعني استقرار او ارتباط، لكن للاسف الشخص ده يمكن يكون خذلك، او يمكن خلاك يعني ما بقاش عندك ثقه، او عندك يمكن امان انك تخش في علاقه تانية مع حد. طيب بشوف ان في طرف تالت، هو في حد من العيلة من عنده او من عندك يمكن يكون رافض العلاقة، او في ما بينكم في الوقت الحالي سوء تفاهم. بس بشوف ان الفترة الجاية هيكون في ما بينكم صلح، الشخص ده هيكلمك وهو اللي هيبادر. تمام، عايز ايه؟ عايز يرجع لك، عايز يعني يعرفك ايه سبب الفقد وسبب الانفصال، وعايز يعرفك ان هو بيعاني من ظروف ماديه صعبه، وان في كارما تعرض لها. الشخص ده في كارما، ممكن يكون في الوقت الحالي هو بيمر بازمه ماديه او ازمه صحيه، ممكن يكون شخص طريح الفراش في الوقت الحالي، ممكن يكون لا قدر الله عمل مثلا حادثه او عمل حاجه، او حصل له حاجه قدريه كده يمكن اثبتت له ان هو جه عليك وظلمك. الشخص ده تخلى عنك في الماضي، جه عليك ظلمك كتير، بقى عليك يمكن اشخاص تانية، يمكن ما اعترفش بحبك ونكر حبه ليك. يعني الشخص ده يمكن يكون سبب لك اذى نفسي كبير في الماضي، يمكن اذاك بالكلام، يمكن سمعك كلام جارح، يمكن انت اكتشفت خيانته او غدره او حقيقته ان هو شخص مخادع وكذاب، وان هو بتاع كلام مش افعال. فانت خلاص ما بقاش عندك ثقة فيه، لكن بتحبه وبتعز الشخص ده، بس انت مش عايز يعني ايه، مش عايز ترجع له، بتحاول تفك التعلق وبتحاول انك انت تعمل استشفاء، لكن في نفس الوقت الشخص ده بيستحوذ على تفكيرك، لان بيرسل لك طاقة تخاطر يا برج العذراء. الشخص ده بيعمل لك طاقة تخاطر قوية جدا، بيحاول ان هو ان يسأل عليك يمكن زملائك اصدقائك، وبيراقبك، يعني بيشوفك اتغيرت جدا شكليا، او انت الفترة دي يا برج العذراء مهتم جدا بشكلك بلبسك بستايلك. بعدك يمكن مخليه عنده فضول يعرف ايه في حياتك، او يا ترى اختفيت ليه. مش عوايد برج العذراء ان يبعد مرة واحدة كده، او ان هو ما يلحش او ما يهتمش زي الاول، فهو شايف في حاجة غلط في حياته بتحصل. الشخص ده ممكن يكون يعني انفصل ما بينك وما بينه بسبب يمكن حد من العيلة اتدخل، او يمكن تكون انت اكتشفت ان هو شخص مخادع. بس بشوف ان العلاقة دي يمكن يكون فيها عين او سحر، بس بشوف ان في سحر تفرقه، بس بشوف ان في حاجه كده يعني هيكون فيها انتصار ليك يا برج العذراء. بشوف ان انتوا كمان عندكم جمال، عندكم الفتره الجايه اهتمام بالنفس وبالشكل كبير. بشوف عندكم امضاء عقد، في عقد تمضوه يا برج العذراء بخصوص يمكن منزل جديد او عربيه جديده هتشتروها، او عمل جديد او نقله. بشوف ان في ورقه كده حلوه هتحسم امر عند برج العذراء، وهتنقلك من نقله لنقله تانية، هتغير لك حياتك وهتخليك في حته كده يعني حلوه عن الحته اللي انت فيها او في المكان اللي انت فيها. بشوف ان في حد هيكلمك خلال الفتره الجايه، الحد ده يمكن يكون بقاله كتير ما كلمكش او ما كانش معاك على تواصل، هيكلمك، هيحاول ان هو يعني يقابلك، عايز يتكلم معاك، عايز يعرف اخبارك. ففي عندك الفتره الجايه اشخاص يمكن بقالك كتير قوي ما اتكلمتش معاهم او ما شفتهمش، هتشوفهم خلال الفتره الجايه يا برج العذراء. بشوف عندك هنا في شخص عايز يتقرب منك، شخص جديد، في شخص كده معجب ببرج العذراء، شايف برج العذراء كده ان هو شخصية فريدة من نوعها، شخصية كده اللي كان بيحلم بيها، شايفك شخصية جذابة جميلة جدا، شخصية كده ملفتة للنظر، شخصية فيك كده مميزات يمكن رهيبة وجذابة ما شافهاش في حد تاني، عنده طاقة جذب عليك قوية. الشخص ده ممكن يكون معاك في العمل زميل، ممكن يكون معاك على السوشيال ميديا، بس بنسبة كبيرة هو حد انت تعرفه يا برج العذراء. الشخص ده عايز ايه؟ عايز ارتباط، بس هو في الوقت الحالي عايز يعرف هل في حد في حياتك ولا لا. الشخص ده يعني الفترة الجاية هيحاول يلمح لك، هيحاول ان هو يبين لك عن طريقة كلامه ان هو يكون حابب ان هو يكون في ما بينكم كلام، يكون لطيف معك في المعاملة، يحاول ان هو يلمح لك عن طريق مثلا النظرات، عن طريق اللطف في المعاملة. فهتحس ان في حد كده بيتعامل بطريقة مش طبيعيه عليك، يعني شخصيه كده تحسها يعني اوفر شويه في حركاتها او في تصرفاتها معاك، يقدم لك مساعده، انت عايزني اساعدك في حاجه، طب انت ايه عايزني اقف جنبك في حاجه، ايا كان. بشوف في كده حد عايز ايه يتقرب لك بطريقه كده اللي هو فيها مساعده ليك، عشان يخش حياه برج العذراء، وان هو يكسب قلب برج العذراء، وينول يمكن رضاه، او ينول يمكن اعجابه او حبه خلال الفتره الجايه. القرار في ايدك القرار في ايدك يا برج العذراء ما بين الشخصين دول، انك تختار اللي في الماضي
او تختار الشخص الجديد، لان شايفه ان الشخص الجديد يمكن هيديك كده يعني ايه، يعني زي السنس فيه اعجاب، انت هتعجب بيه وهتعجبك جدا شخصيته وهتتلفت جدا يمكن لشكله وستايل لبسه. يعني شخصيه كده هتكون بالنسبه لك يعني جان قوي، وهتكون ان كانت امراه هتكون بالنسبه لك يعني ليدي قوي، ولو كان رجل كان هيكون جان قوي بالنسبه لك. فانتوا هتحسوا كده ان ايه، ان في طاقه كده رهيبه للاعجاب والانجذاب خلال الفتره الجايه. كمان انتوا ملفتين جدا للنظر يا برج العذراء باقل التكاليف. انتوا ممكن ما تكونوش حاطين ميك اب او ما تكونوش مهتمين بنفسيكم قوي وتلاقي نفسكم العيون عليكم، فانتوا الفتره دي جاذبين جدا، ملفتين للنظر جدا. يمكن بتخسوا، هتظهروا مره واحده يا برج العذراء، في شايفاكم كده هتكونوا يعني اسمكم على كل لسان طبعا بالخير. فانا شايفه ان شاء الله الفتره الجايه هيكون عندكم كده شهره، يكون عندكم نجاح، عندكم وصول لهدف حلو جدا. شايفه في عندك امنيه غاليه على قلبك هتتحقق. بشوف ان في عمليه يمكن انت يعني هتخشها، او في حد خارج من عمليه انت هتروح تزوره. بشوف ان في ناس بتحن لحد يمكن يكون متوفي او بعيد عنه. بشوف ان يمكن انت بتحن لحد، ده يرجع لايه؟ يرجع انك انت الفتره دي متواصل مع الكون، ومتواصل مع الارواح الكونيه، او ممكن يكون انت الفتره دي روحانيتك عاليه يا برج العذراء، بتطلعوا صدقه، بتعملوا مثلا اعمال خيريه، بتسبحوا كتير، مثلا مواظبين على ورد، بتصلوا، ايا كان. بشوف ان انتوا الفتره دي متقربين، عندكم روحانيات. حتى هتلاحظوا ان في حاجه ممكن تكونوا انتوا يعني حاسين انها هتحصل، هتلاقوها حصلت. تمام. يعني الفترة دي ركزوا مع نفسكم، عندكم الحاسة السادسة قوية جدا خلال الفترة دي. عندكم في حد يمكن الفترة الجاية هيزوركم، حد ده ممكن يكون مختلف عنك في الدولة او في الجنسية، هيجيلكم من سفر، وانتوا في انتظار حد يمكن جايلكم، او في انتظار رساله ايا كان. بشوف في رساله كمان جايلك بخصوص قبول، والرساله دي هتفرحك جدا وهتسعدك جدا يا برج العذراء، بخبر انت منتظره على يعني نار. فانا شايفه ان شاء الله الحاجه دي هتسعدك جدا وهتفرحك. للناس المنتظرين بيبي او مشتاقين لبيبي، بتفكروا مثلا تعملوا عمليه انجاب، او ان كنتوا تروحوا تعملوا فحص عشان تطمنوا هل في مثلا حاجه ولا لا، فشايفه ان شاء الله الفتره الجايه فتره حلوه جدا ان كنتوا تسعوا الموضوع زي ده، وان كنتوا كمان ان شاء الله يكون عندكم الامور ميسره، وهيكون ان شاء الله ربنا مستجاب لدعواتكم، وهتوصلوا للحاجه اللي انتوا عايزينها في اي حاجه ان شاء الله يا برج العذراء. طيب خلي بالك من 2 ستات بيتكلموا عليك كلام سيء السمعه يا برج العذراء، بيعيبوا فيك، بيتمنوا لك يمكن الشر، بيحقدوا عليك، عينهم وحشه، مفهومش يمكن حد يعني تأمن له. خلي بالكم كويس جدا من النصايح اللي بيقدمها لكم. مش كل واحد يضحك في وشنا يكون بيحب لنا الخير، لا بالعكس، ممكن يكون بيوهمنا بالخير. فخلي بالكم، كونوا حذرين في التعامل، ما تعرفوش حد اسراركم، خليكم محتفظين باسراركم لنفسيكم، ودار على شمعتكم عشان تقيدوا. انتوا عندكم الفتره الجايه مشاريع حلوه تخشوها، او عندكم يمكن الفتره الجايه عروض حلوه من ناحيه الحب ومن ناحيه العمل يا برج العذراء. بشوف ان في حد يا برج العذراء يمكن يكون عايز يعرض عليك عروض مغرية. يعني ايه هاجر؟ يعني اي حد الفترة الجاية يعني مثلا يطلب منك انك انت تخش معاه مثلا شراكة، او انك انت مثلا تخش معاه بمبلغ مالي وان هو يضعفهولك او تاخده الضعف. فخلي بالكم من المواضيع دي، لان المواضيع دي مواضيع مش حقيقية، وانا بشوفها ان هي نصب مش اكتر. فخلي بالكم من نصب، او ان حد يخش بيتك يسرق حاجة من الذهب، يسرق حاجة من الفلوس، يعني يعمل حاجة في البيت عندك. يعني خليكم كده يعني واخدين احتياطاتكم من اي حد بيخش البيت عندكم، وبالاخص اطفال. هتقولوا لي يعني ليه الاطفال يا هاجر؟ لان في حد ممكن يوزي طفل او يوزي حد صغير ان هو مثلا يخش ياخد حاجه من عندك بهدف يعني اللي هو بيلعب، او ان هو بيعمل اي حاجه. خلي بالكم يا برج العذراء، خلي بالكم من اوراق تضيع او حاجه انتوا متحملين مسؤوليتها. بشوف فيها هم ينزح من عليكم. بشوف في حد الفتره الجايه هيكلمك بخصوص قبول. بشوف كمان يا برج العذراء صحيا ان انتوا خارجين من طاقه سلبيه ما شاء الله، عندكم تجديد طاقه، عندكم فك يمكن ليه تعلق. بشوف ان انتوا عندكم استشفاء كمان يا برج العذراء. بشوف كمان ان انتوا عندكم حركه وتنقلات خلال الفتره دي، عندكم يمكن اوراق عايزين تخلصوها، او الفتره دي انتوا عايزين تخرجوا من طاقه سلبيه، تخرجوا تتفسحوا. بشوف ان في لقاء عاطفي مع شخص يمكن بقالك كتير ما شفتهوش، او مكالمه عاطفيه يعني مكالمه رومانسيه. ماشي يا برج العذراء. بشوف الفتره الجايه فتره تغييرات جذريه لحياتك،
لكن احذر من 2 ستات بيتكلموا عليك من نفس جنسك. يعني لو انت ست بتسمعيني فهم ستات زيك، لو انت رجل هم رجال زيك. تمام يا برج العذراء، خلي بالكم من الامور دي. بشوف ان انتوا العين عليكم، شايفة عندكم ان شاء الله يعني ازدهار مادي. عندكم كان ديون او يمكن كان عندكم عراقيل في المادة او ازمات مادية، بشوف ان شاء الله يكون في تحسن. بالنسبة بقى ان في حد كان واخد منكم فلوس ومرجعاش، او في حد كل حقكم او سلب منكم شيء بغير وجه حق، بشوف ان في عدل عندك وفي اكتشاف حقائق ونوايا لاشخاص مزيفين. بشوف انك انت بتحط حدود للناس دي يا برج العذراء وبتخرجهم من حياتك. صحيا بشوف ان انتوا بتعانوا يمكن الفترة دي من الام في الظهر، الام في المفاصل. يمكن عندكم احتقان في الانف، عندكم حاجة تبع الجهاز التنفسي بشكل عام. يمكن كحة، يمكن احتقان في اللوز. بشوف ان الفترة دي في صداع ممكن مأثر على دماغكم من الجهة السفلية للراس، فخلي بالكم الفترة دي. بشوف كمان عندكم أرق، ما بتناموش كويس، عندكم إرهاق جسدي. قللوا التوتر والتفكير يا برج العذراء. شوف صحتكم في تطور وللأحسن إن شاء الله. يكون الفترة الجاية فترة ازدهار لبرج العذراء وتغييرات إيجابية. بترمموا حاجة في بيتكم أيا كان. بشوف قللوا الإسراف الفترة دي يا برج العذراء، وخلي بالكم من حد ياخد منكم فلوس ما تكونوش واثقين فيه أو إن يعرض عليكم عروض مغرية. بشوف عندكم رجوع للمطلقين، عندكم رجوع لشخص من الماضي. بشوف الفترة الجاية فترة حلوة لبرج العذراء، فيها مفاجآت سارة ليك. الأبراج كانت معايا كانت ايه يا هاجر؟ كان معايا برج السرطان، كان معايا برج الحوت، كان معايا برج الجوزاء والدلو، كان معايا برج الثور وبرج الجدي، وكان معايا برج القوس والحمل. وكده تكون خلصت قراءتنا، واشوفكم في الفيديو القادم على خير ان شاء الله. متنسوش اللايك للفيديو.